يا الله أمرك شو غريب يا حزب الله. فتفتت بلدنا من جوا ومن برا، حولته رقعة مهملة منسية، وكل مقومات الحياة فيه صارت مهترية. بتقلي شو هالتهمة؟ حكيك بلا طعمة. بقلك بلا مخاف، ببلدي انت صدرت القرار، ساهمت مع حلفائك بأبشع انكسار. الشبيحة والمشبوهين والمتهمين سكنتن بالمناطق المحظورة، وقنعتن إنن عم يعملوا عمل جبار، وتحت راية الحزب حميتن بكل استهتار، ومعيش جمهورك على وهم اسمه نصر وانتصار. لبنان وصراعاته أخذته بأجندتك على الدمار، كلنا صرنا بالمهوار وكله مع رفعة إصبع وحواجب وتهديد واستكبار. دخلك ليش ساكت على عدم تشكيل الحكومة وعلى الانهيار؟ بكل بساطة لأنك بالسياسة بتلعب لعبة استثمار، بتسكت وبتحط المعترين بالواجهة والصغار، وشعاراتك تطلع وبتنزل حسب مصلحة إيران وسوريا وروسيا وهالكبار. أما الشعب اللبناني بنظرك فهو يا إما بخانة الشرف والمقاومة، أو بلا شرف أساساً بخانة الخونة والكفار. يا الله أمرك شو غريب يا حزب الله. أزلامك على المنابر بعدم مسؤولية الحزب بيحلفوا وحياة الله، وقد ما قلتولنا لبيك نصر الله صرنا على باب الله. الحكي ما عاد يفيد، اتركوها على الله.